بقول لك ايه، ما تيجي نتبسط النهارده بليله دخلتنا؟ استنى الحب يجي على مهله، وان ما جاش مع ان اهله ما جه. ده شفاها بتقول لك الحب عذاب وحيره، تتعذب ليه؟ ما نتبسط، ليه نحتار؟ سيبني براحتي عشان خاطري. البت ده ليله دخلتها كانت عامله كده، كان معمول لها عمل سايز ولا الشيطان. لا معلش اصل انا دلوقتي بقت دهلوب. معلش انا لازم انزل عند طنط. تنزلي ازاي؟ تنزلي كده؟ هو انت اصلا كنت طالعه على سلم البيت باللي انت لابساه ده؟ كده ايه ده فستان؟ هو انا مش قلت اللبس ده ما يتلبسش؟ اللبس ده ما يتلبسش تاني. اقعدي عند امي لحد ما اوضتك تجهز شقه الحريم. يلا انزلي لطنط ياما، انزلي ياما. بعمل ايه انا دلوقتي؟ كلم البت دلال، لا تشمت فيا يا بنت الكلب. حب عذاب وحيره، على الاول حب على سنين. مالك يا حاج؟ أنا مش فاهم، أختك دلال قابلة على نفسها كده ليه؟ ما انتوا اللي قبلتوا من الاول. هيفرق ايه بقى جعفر يتجوز رابعه ولا تالته؟ يا ريتني يا حاج وقتها كنت اكبر شويه وكان ليا راي، كنت وقفت الجوازه دي من الاول وما كانش حصل اللي حصل. كان ناقصها ايه يا حاج؟ كان ناقصها ايه عشان تتجوزوا؟ كانت بتحبه، أختك كانت بتحبه من وهي عيلة وهو رايح جاي قدامها وعينها عليه. أختك كانت هتموت نفسها لما جعفر اتجوز سوريا. يا ريتها كانت ماتت ساعتها وخلصنا وما كانش حصل اللي حصل. اللي انا مستغربه يا حاج، بعد اللي جرالنا ده كله من تحت راسها، انت ليه لسه باقي عليها؟ ما انت لو كنت اتجوزت وخلفت يا كارم كنت عرفت قيمة الضنا. مشاوي اخويا اللي مرمي في السجن ضنا، واخويا يوسف اللي اتحرمنا منه ومات برضه ضنا. لكن الحي أبقى من الميت يا كارم. يغور الحي لو واطي زي بنتك.